ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم اسهل واسرع صينيه بطاطس وفراخ مشويه بالصوص الرهيب. بجد جربوها هتعجبكم جدا. ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل وصفاتي. هجيب دقيق الخلاط، هقطع طماطمية صغيره وبصلايه صغيره. هحط البهارات، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح، نص فلفل اسود، ربع كمون، ربع من السبع بهارات، ربع بصل بودر وتوم بودر، نص بهارات فراخ، وليمونة كاملة، معلقة زيت. هضربهم في الخلاط. هتبل الفراخ كويس بيهم وهشربهم كويس. بعد كده هجيب ورق فويل ويستحسن ان انا اغطي بيه الفراخ عشان الفراخ تستوي معايا بسرعة. هغطي بيها وهحطهم على النار لمدة دقيقتين ياخدوا غلوتين، وهسخن الفرن. هدخل الفراخ فيها. هجيب 3 بطاطسات عشان نعمل صينية البطاطس. هقطع 3 بطاطسات، 3 طماطمات و3 بصلات. هجيب صينية على النار، هحط فيها معلقة سمن وهنزل بالبصل اللي احنا قطعناه. هشوحه كده تشويحا لغاية ما البصلة كده ما تدبل معايا. وهنزل بالبطاطس اللي انا قطعتها. هتبلها، هحط فيها ورق لورا ومعلقة سكر ونص فلفل اسود ونص ملح ونص 7 بهارات وحبهان، وهديهم تشويحة وربع معلقة كمون. هشوحهم كويس مع بعض. بعد كده هنزل بالطماطم وهديهم برضو كده تشويحة مع بعض لمدة دقيقة. وهجيب معلقة صلصة كبيرة عشان تعزز اللون بتاعها، وهحط لها نص كوباية مية. وممكن نستغنى عن الصلصة، مش ضروري، توفر عندك حطيلها عادي وكده. وهديهم غلوتين من فوق على النار. بعد كده هدخلها الفرن. يلا هنعمل الرز المفلفل. معلقتين سمن كبار ومعلقة زيت عشان الرز بتاعك يكون مفلفل. نص كوباية شعرية. هحط ورق لورا وحبهان وكبابة صيني، بيفرق جدا في طعم الرز. كنت غاسلة كوبايتين رز كويس ومصفياهم، هنزل بيهم. وهحط مكعب مرقة ونص معلقة ملح وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل 3 كوبايات ونص من المية وهقلبهم وهسيبهم لمدة دقيقة على نار عالية. وبعد كده هوطي عليهم النار. وكده الفراخ عندي فتحت عليها الشواية عشان تبقى اللون ده، والبطاطس فتحت الشواية عشان انا بحبها تكون شاربة من التتبيلة، شاربة شوية ما يبقاش فيها صوص كتير. لو حابين فيها صوص بلاش تحطوها تحت الشواية كتير. وده صوص الفراخ، بجد تحفة، جربوها هتعجبكم.